البرنامج بتاعنا. مبدئيا البرنامج بتاعنا بيمر برحله، بتبدا اول حاجه بمهارات الكوتشنج. اول حاجه، ودي ده متطلب من متطلبات الاي سي اف، الكور كومبتنسي بنسميها، او نسميها الجدارات الرئيسيه للكوتشنج، ودي طبقا للكوتشنج بندرسها مع بعض، وطبقا لمنهج الاي سي اف بندرسها. طيب، اتنين، التفكير النقدي والتحليلي. ايه ليه التفكير النقدي؟ هقول لك ليه. لان احنا واخدين الكونسبت بتاع الفاينانس من بره زي ما هو عندنا. طيب وبعدين ايه اللي حصل معانا؟ في ايه المشكله اللي حصلت هنا؟ ان حصلت انها غير قابله للتطبيق عندنا. اقرا مهما قرات، في الاخر هتلاقي نفسك انا بعيد. طب انا اعمل ايه؟ محتاج تنتقد وتحلل. فلازم تبني المنهج النقدي عندك ككوتش مالي. الكتب اللي جايه من بره دي تنفع ولا لا؟ يعني يا جماعه، يعني انا بتضايق جدا لما اكون حاضر لحد من باك جراوند فاينانس او حتى بيتكلم في الفاينانس وبيذكر مصطلحات من بره زي ما هي، هو حتى ما فكرش هي قابله للتطبيق، معناها ده ايه؟ يمشي عندنا ولا ما يمشيش؟ وده بيختلف مع ثقافتنا. طب بيعمل ايه في العميل بقى؟ بيعمل ايه في العميل؟ بيخليه بيوصل لمنطقه سد، خلاص هو مش عارف يحل، مش لاقي حل، لانك انت مش محلل طبقا لثقافته. وللعلم، فكر النقدي والتحليل ده هيخليك توصل لمرحله انك تفهم الفكره. مش ان العميل عشان يبقى يوصل للمنطقه اللي انت محتاج توصلها له، هو مش محتاج يحرم نفسه من كل حاجه ولا انه يصرف. هو في مرحله كده بتخلي العميل فيها، وبتحاول انك انت تصلح اي اخطاء في الماضي بقى. في حاجات كتير جدا، حاجه بتكون موجوده بقى، مشاعر، سلوك، بتاثر على كل ده. بعدين بندخل في الثقافه الماليه والتخطيط. وهنا بقى في نقطة لازم نتعرف عليها، ان احنا طول البرنامج مش بنكون لابسين قبعة الكوتش بس. احنا احيانا بنلبس قبعة الكوتش، احيانا بنلبس قبعة الكونسلتنت، احيانا بنلبس قبعة المنتور. دي نقطة مهمة. طب ليه؟ لان مثلا انا بيطلب مني اعمل خطة، فانا لازم افهم اساسيات الخطة شكلها ايه، الخطة المالية بتتعمل ازاي، ايه محتوياتها، ازاي العميل. وانا ككوتش يكون عندي التمبلت بتاعي اللي هو قبل ما يجي لي في الجلسه ابقى فاهم هو واقف فين اصلا. يعني ايه؟ يعني الخطه قبل ما تبدا، انت كعميل حياتك الماليه شكلها ايه؟ عليك ديون؟ موقفك المالي صافي الثروه اصلا شكله ايه؟ انت واصل في اي مرحله دلوقتي؟ وبالتالي محتاج اعرف ابني للعميل خطه. الخطه دي بيبقى ليها تمبلتس معينه، وبنبدا نحدد هو واقف فين، هو مشكلته في ايه. ده كده الثقافه الماليه. ندخل بقى الثقافه الماليه والتخطيط دي بقى، بيدخل فيها اكتر من حاجه. يدخل فيها المصروف. ايه المصروفات؟ طب سؤال، هو المصروف ده طبيعي كده ولا هو عنده مشكله فيه؟ طيب نبدا بعد كده نخلص ده و ننتقل الى فكره الاستثمارات. نبدا بقى نتطرق. هتلاقوا كل مره محاضره او محاضرتين حسب كل حاجه بتتكلم في شيء معين. مره او محاضرتين تقريبا هيكونوا في استثمار في العقارات. طب هو العقار يعني العقار ده مفيد؟ بيجيب فلوس؟ العائد بتاعه عامل ايه؟ طب ازاي اقيس استثماري في العقار؟ طب هو نسبته كام؟ نسبة العائد عليه كام؟ طب العميل لما يجي يسألني هو الاستثمار في العقار ده بيبدأ في ايه؟ طب ابدأ احط فلوس في عمارة لسه بتتبني، ولا اشتري شيء واجره؟ انا لازم ابقى فاهم ده كله ككوتش، واقعد مع الكوتشي العميل افهمه ده بالتفصيل واتكلم معاه. طيب بلاش، في دلوقتي ابلكيشنز، في ابلكيشنز هتيجي تاني دلوقتي. ابلكيشن بتستخدم يقول لك ايه، انت ليه تشتري عقار؟ اشتري معايا سهم في الابلكيشن واحنا بنتاجر لك في العقار. طبعا ده بنشرحه بالتفصيل الممل في موضوع العقارات ده. اتنين، ذهب. برضه سيشنز. الذهب، هل التجاره فيه صح غلط؟ طب هو انا اشتريه سبايك ولا اخده اسهم في البورصه؟ طب طب التجاره دي كده مستصاغه؟ يعني انا ممكن اروح اشتري ذهب واجي. طب انا لو اشتريته ايه الاحسن ليا؟ احطه؟ طب هينفع اخزنه في البيت؟ طب بلاش اخزنه دي. طب انا دلوقتي حابب اتاجر فيه، هو اصلا بيجيب شورت تيرم بروفيت او انكم؟ طب هو ينفع كاش فلو؟ ينفع من الذهب اخد كاش فلو؟ فلازم تبقى فاهم ده ككوتش مالي. البورصه، الاسهم والسندات، محتاج تبقى فاهم اسواقنا ماشيه ازاي. بيجي حد يفهمك السوق. خلي بالك، انت مش هتدي نصيحة للعميل لان ده مش وظيفنا. يعني في الغالب احنا مش هندي نصيحة، بس احنا بنوعي العميل ونوصله لوعي معين انه يبقى عنده القدرة ياخد قراراته.
فما ينفعش انا ابقى قاعد في سيشن وما عنديش باك جراوند او خلفيه عن كل اللي احنا بنتكلم فيه. امال حضرتك فاينانشال كوتش بناء على ايه؟ هي الفكره مش مصروف وايراد وازاي تتحكم فيه وازاي تكنترول على المصروف، مش هي دي، مش ده بس. طيب العملات، يجي لك عميل ممكن يجي لك الجلسه كلها يقول لك انا عاوز اخاطر وادخل في البيتكوينز. هو جاي بيتكلم في هو على فكره، ويمكن اللي فيكم هيبدا يشتغل في الفاينانشال كوتشنج دي ملحوظه هتلاحظوها، معظم مواليد ال 2000 فما فوق عنده فائض، ما عندوش عجز. يعني انا عارف اللي كل اللي قبل ال 2000 السبعينات والستينات والثمانينات الديون اكتر. لما تقعد مع شباب مواليد 2000 2002 من اكتر من دوله بيجي لنا عملاء تتفاجأ بحاجه غريبه جدا، لا هو عنده فائض وعنده فائض كبير كمان. فيجي يدخل معاك سيشن كامل يقول لك انا الفلوس، انا معايا فلوس زياده وعاوز اسالك بقى يعني استثمر في البيتكوين ولا ادخل احط انفستمنتس في الكريبتو كرنسيز ولا اعمل ايه، يعني ادخل في العملات. طب يبقى انت محتاج تبقى فاهم اصلا يعني ايه عملات الكترونيه، منين يشتريها، ايه اللي بيحصل فيها، بنباعها ازاي، طيب المتاجره فيها بتتم ازاي، ايه اللي بيحصل. ده شغل مش بسيط. طيب عرفنا كل ده، بننتقل للمرحله اللي بعدها، بنتكلم بقى في الزكاه والصدقات وايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش. دي نقطه هامه جدا 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 جدا. يعني ايه بقى؟ يعني فكره ايه؟ احنا برضو لازم نراعي ثقافتنا في برامجنا، ده حقنا. فكره ايه؟ ان انا دلوقتي بيجي لي ناس كتير جدا، يعني مثلا سؤال من ضمن الاسئله اللي جت في جلسه، بقول لك ايه، هو الذهب مش المفروض ممكن ياكل الزكاه، تاكل الارباح من الذهب؟ طب انت لازم محتاج تبقى عارف الزكاه دي بتتحسب ازاي وكام وعلى مقدار قد ايه. تمام. بلاش دي. يجي يقول لك طب انا بقول لك ايه، لو جبت شقه واجرتها او عقار واجرته، الزكاه عليه سنويا هتنقص منه قد ايه؟ فانت محتاج تبقى فاهم ده، ومحتاج تبقى فاهم ايه الصح والغلط في المعاملات اللي بتتم دي. دي نقطه مهمه جدا، ان انا ابقى فاهم هو الذهب ده ايه الصح فيه وايه الغلط. طب بلاش ده، هل ينفع اشتري ذهب في ابلكيشن؟ انا هنا مش بفرض فكري على العميل، بس انا لازم ابقى فاهمه. ما انا وارد عميل يجي لي ما يكونش عنده الثقافه دي، بس انا فاهم حاجاتي، انا داخل بالتولز بتاعتي، داخل بادواتي فاهمها. انا مش مستني حد يفهم، لا انا فاهم. فدي نقطه كبيره جدا. طبعا يعني انا اكاد اجزم ان مفيش برنامج فاينانشال كوتشنج في الوطن العربي بفضل من الله وصل للعمق اللي احنا فيه ده. احنا بالعكس، لا ده كده البرنامج شامل لمعظم المجالات اللي احنا بنتكلم عليها. طيب الزكاة والصدقة طبعا والحتة بقى الجزء المعاملات هنا شكلها ايه. الجزء المهم بقى التكنولوجيا المالية. ايه التكنولوجيا المالية؟ شفت كل التجارات اللي حضرتك اتكلمت فيها دي فوق، العقارات والذهب والبورصة والعملات الرقمية، كل التجارات دي اصبحت دلوقتي بابليكيشنز. الجماعه زمايلنا اللي في السعوديه عندهم ابلكيشنز، في عمان عندنا ابلكيشن بدات تطلع، في مصر في ما شاء الله ده ابلكيشنز كتير جدا. حاجه كمان بدانا نسمع ايه، الابلكيشنز دي في بعض الدول تطلع اسبوع اسبوعين ويحصل ايه، تاخد فلوس الناس وتهرب. حصل كتير جدا في ابلكيشنز طلعت يقول لك استثمر معايا في الذهب، تحط الفلوس معاه فجاه واحده ابلكيشن يختفي. طيب ابلكيشن تاني بيجي يتكلم فيه مثلا استثمار في العقارات، استثمار في البورصه، يقول لك انت اكيد مش عارف تستثمر في البورصه، فانت ليه تتعب نفسك، انت افتح محفظه، حط فلوسك معانا، فلوسك بتزيد. انا ككوتش بقى قبل العميل لازم ابقى فاهم الابلكيشنز اللي في السوق شكلها ايه وبتشتغل ازاي وبيعملوها ازاي وايه اللي بيحصل فيها، واذا كنت ناوي اعمل ديسكاونت لحد اعمله ازاي، ريكومنديشن لحد على ابلكيشن اعمله ازاي وبناء على ايه. دي نقطة مهمة جدا قبل ما اتفاجأ الاقي نفسي العميل جاي لي معاه مشكلة في ابلكيشن قابلته او هكذا. اخر حاجة بنتطرق ليها في البرنامج بتاعنا الامراض المالية. فكرة الامراض المالية دي فكرة بقى ما وراء الارقام، ودول اكتر من مرض متعارف عليهم ومصنفين دوليا على فكرة. في اكتر من مرض. في الامراض دي بتبقى ايه، خلاص بقى دي نبعة عن شيء معين وهو صغير حصل معاه وبقى متأصل فيه. خلوا بالكم على فكرة احنا زمان ما كناش بناخد البعد ده مع الارقام، احنا كنا بنوصل للرقم وتفسيره وخلاص خلص الموضوع ستوب. دلوقتي لا، لازم نبقى فاهمين ليه، لان انا محتاج اغير السلوك عشان النتيجة تتغير.
زي بالظبط الناس اللي بتروح دايت وكده. هو الدايت ده الدايت ده الوزن اللي هيطلع ده، الوزن ده هو النتيجة. صح؟ مش هو النتيجة اللي هتحصل؟ السلوك بقى، الراجل ده محتاج يظبط اكل، محتاج. الموضوع مش سهل. وخلي بالك على فكرة، وهو محتاج يظبط اكل، محتاج يظبط المشاعر المرتبطة بالاكل. نفس القصة عندنا في الفلوس، محتاج يظبط الحاجات اللي وراها، لان وارد جدا الفلوس دي يكون ليها علاقة باشياء موجودة في الباب. يعني فعلا انتوا بتقعدوا معانا في جلسات، موضوع المال خاصة لا، ليه علاقة بالمشاعر بنسبة كبيرة جدا. لذلك انت محتاج ترجع مع العميل تفهم مسببات الموضوع ده ايه. فده كده المنهج اللي احنا بنعدي عليه. طبعا في مدتنا طويلة ما شاء الله، بنقعد فترة طويلة نتكلم في الحاجات دي بالتطبيق العملي بتاعها، وبنغطيها كلها بفضل من الله. بعدها بقى بيبقى فيه الجلسات، وبيبقى فيه المنتورنج عشان تدخل او تبدا تدخل في السايكل بتاع الاي سي اف، وتبقى جاهز في مراجعه، يعني مراجعه للتيست اللي بيجي في الاي سي اف. وبعد كده تبقى سيرتيفايد فاينانشال كوتش لما تعدي الاختبار بتاع الاي سي اف. ودي دي اعلى جهه تقريبا موجوده في العالم دلوقتي لاعتماد الكوتشز.